اكيد غتكون شفتي هاد التصويره وانت كدور في السوشيال ميديا واللي فيها جوج بنات وبزاف منكم ما عارفش شنو واقع ليهم. دونك في هذا الفيديو غادي نعرفوا شكون هما هاد البنات وشنو طاري ليهم، وغادي نشوفوا جميع تفاصيل القصه ديالهم. فكنصحك تتبع الفيديو حتى الاخر، وكما ديما بلا ما نطولوا في المقدمه، لايك اشتراك في القناه الا كنت جديد، وخليونا نبداو. القصة ديالنا كتبدا في قلب مدينة اسطنبول، في واحد المنطقة اللي كتسمى منطقة الفاتح. كانت كتعيش هاد البنت اللي سميتها اقبال، وفي عمرها 19 عام. العائلة ديالها كتكون من الاب والام والاخ الاصغر. كانت اقبال معروفة بالابتسامة والضحكة ديالها، هادشي كيبان لنا في مواقع التواصل ديالها. وكانت بنت اللي اجتماعية وعندها بزاف ديال الاصدقاء واللي كانوا من نفس الثانوية اللي كتقرا فيها. ومن بين هاد الاصدقاء كنلقاو هاد الشاب اللي سميتو سميح، حتى هو عنده 19 عام، وكما قلت لكم انه من نفس الثانويه ومن نفس القسم اللي كتقرا فيه اقبال. في الاول ما كانتش شي صداقه بيناتهم، حيت هاد الشاب كان انطوائي بزاف، كان عنده اكتئاب وبزاف ديال الامراض النفسيه اللي كان عارفها غير هو. ولكن مع الوقت ولاو اصدقاء والعلاقه بيناتهم كتزاد. سميح ولا كيبغي اقبال بزاف لدرجه ان العلاقه بيناتهم دامت لاكثر من 4 سنين. ولكن جا واحد الوقت اللي الاب ديال اقبال غيعرف ان بنته عندها علاقه مع واحد اللي مريض نفسيا، وغيدير المستحيل باش ما تبقاش معاه. قرر كاع انه يبعد اقبال من ديك الثانويه، ومشى براسو تخاصم مع سميح. ولكن الشاب سميح ما تقبلش هذا الشيء اللي وقع، ومشى يحماق بسبب انه تفارق مع واحد البنت اللي كانت كلشي بالنسبه ليه. والغريب من بعد هذه الحادثه انه مشى ودار علاقه جديده مع واحد البنت اللي سميتها عائشه نور خليل، واللي كانت حتى هي من نفس الثانويه، وكانت ايضا الصديقه ديال اقبال. ما تفهموا والو كيفاش هذا كان كيبغي وحده لاقصى درجه، وفاش تفارق معاها مشى دار علاقه جديده مع الصديقه ديال هنيت. وات ذا فاك. من بعد ما دوز مده مع الصديقه ديالو الجديده، وبالضبط في هذا الشهر العائله ديال الشاب سميح كانوا مشاو في رحله، وبقى بوحدو في الدار. فشنو غيدير؟ غيعيط على الصديقه ديالو عائشه ويطلب منها انها تجي عنده للدار. وبالفعل من بعد محاولات قدر يقنعها، ولكن الصدمه انه فاش دخلت عنده للدار لا سلام لا كلام، عشم عليها بموس، ما قدراتش تقاوم من بعد ما طعنها اكثر من مره. والخبر في راسكم. خلاها تما وناض لحوايجو بحال الا ما وقع والو. من بعد ما هبط من الدار مشى لواحد البلاصه اخرى، وقف فيها شويه، وشكون غيجي عنده؟ الفتاه الجميله اقبال. وحتى هي ما عطلهاش، هجم عليها بنفس الطريقه. وتخيلوا معايا هذا فرقوا على هذا، راكم عارفين اش كنقصد، شي حاجه اللي بزاف. ومن بعد جاء اتصال من الهاتف ديال اقبال. شكون كان كيصوني؟ الام ديال اقبال. جاوبها وقال لها نتوما السبب في اللي وقع، اجيو خذوا الجثه ديال بنتكم.